السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض بانيه الشركات. بنص كيلو من صدور الفراخ عملت كمية وفيرة من البانيه. أتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة. أنا معايا نص كيلو من صدور الفراخ، هقطعه كده لمكعبات صغيرة. وطبعا ممكن البانيه نعمله بالأوراق، بس الصدور بتبقى أحسن لأن الصدور مفيهاش كمية دهون زي الأوراق. دلوقتي كده انا هنزل بمكعبات الصدور بتاعتي في الكبة وهطحنها كده كويس جدا. انا عايزاها تبقى مطحونة ناعم. هنزل بكمية الفراخ بتاعتي كده في البولة، وده نص كيلو من الفراخ بعد ما فرمته. هنزل دلوقتي بربع كيلو من الفيجيتار، والفيجيتار بيجي من عند العطار، بس نجيبه من عند عطار مضمون، ما تكونش الحاجة عنده مزنخة او بيبقى فيها سوس. نجيبه من عند عطار كده عليه سحب، فالحاجة مش بتقعد عنده. دلوقتي كده انا هعجنه كده كويس الفراخ مع الفيجيتار، وهحط كمان نص معلقة من البيكنج باودر او خميرة الحلويات، نص معلقة صغيرة. ومعايا كمان اتنين معلقة كبيرة من المية بدرجة حرارة الغرفة. هحطها كده معايا اثناء العجن. وممكن نحط الفيجيتار ونحط باقي المكونات كلها في الكبة ونعجنها في الكبة. ممكن تعمليها كده او تعمليها بايدك زي ما انا عملتها كده، بس لو هتعمليها بايدك هتعجنيها شوية حلوين لغاية ما العجينة تنعم معاكي وتبقى كده كلها كتلة واحدة زي ما هتشوفوها كده معايا. اهي شايفينها معايا، وشايفين العجينة ما شاء الله قوامها جميل جدا مظبوطة كده، بقت معايا تمام. دلوقتي انا هبدأ ان انا اشكلها. ودلوقتي معايا صينية كده عليها كيس بلاستيك، ومعايا مية بدرجة حرارة المطبخ، وهبدأ ان انا اشكل فيها. بس الاول هبل ايدي من المية. هاخد قطعة كده في ايديا وهبدأ ان انا ادلك فيها زي ما انتوا شايفين معايا. بعدين كده اعملها على شكل صباع، وهبدأ ان انا اضغط عليها. انا عايزاها تاخد شكل البانيه اللي احنا بنجيبه من برا، اللي هو يبقى واخد شكل الدايرة كده من فوق مدور وجايب سحبة. والمية هتساعدني في التشكيل. طبعا ما نستخدمش الزيت، لان الزيت لو استخدمناه هيعمل عازل ما بين الطبقة المقرمشة اللي انا هحطها بعد ما اشكلها، هيعمل عازل كده بعد التسوية. ودي اول واحدة كده معايا انا شكلتها. هاخد واحدة تانية، بس الاول هبل ايدي كده من المية، هنعمها كده في ايديا الاول، وبعدين هعملها على شكل صباع وابدأ ان انا اضغط عليها. هعملها كده من فوق على شكل دايرة، ومن تحت واخدة سحبة كده من تحت. هعمل معاكم كده تالت واحدة. هبل ايدي الاول بالمية، وبعدين انعمها في ايدي واعملها على شكل صباع، وابدأ ان انا اعملها كده دايرة من فوق وجاية بسحبة من تحت. وطبعا المية هتساعدني في التشكيل. ودلوقتي انا خلصت كده الكمية بتاعتي كلها، النص كيلو من الفراخ عمل الكمية دي كلها. ودلوقتي هعمل الكفر الخارجي. دلوقتي انا معايا الكورن فليكس، انا اديته كده نص طحنة في الكبة، وده شكل الكورن فليكس اللي انا عملت منه، وده شكله من جوه. انا اديته كده نص طحنة في الكبة بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. وممكن برضو نجيبه من عند العطار بيكون ارخص من كده، بس انا استخدمت ده لان ده كان عندي في البيت. هنجيبه من عند العطار بالكيلو، اسمه الكورن فليكس او الخلطة المقرمشة، بيبقى نفسها وبيدي النتيجة واحدة. بنجيبه نطحنه نص طحنة في الكبة وبيبقى زي الفل معايا. دلوقتي انا هاخد قطع البانيه بتاعتي هنزلها في المية، والمية دي بدرجة حرارة المطبخ، وبعدين هنزلها في الخلطة المقرمشة، وابدأ ان انا اضغط عليها كده ضغطة خفيفة. هتبقى معايا زي الفل زي ما انتوا شايفينها معايا. دلوقتي كده هحط الكورن فليكس بتاعي في طبق اوسع، وهنزل كده بالقطع البانيه بتاعتي
في المية، وبعدين هحطها كده في الكورن فليكس، وهضغط عليها كده ضغطة خفيفة علشان تاخد كده من الكورن فليكس وتطلع بالمنظر اللي انتوا شايفينه معايا ده. هعمل كده الكمية بتاعتي كلها وهرجع تاني كده معاكم. ودلوقتي انا خلصت الكمية بتاعتي كلها، وفي المرحلة دي لو انتي حابة تفرزيها هتفرزيها وهي في المرحلة دي. ودلوقتي هجيب طبق فل وهحط عليه كده كيس تلاجة علشان الاكل ما يبقاش ملامس للفل كده على طول، علشان بيبقى فيه اضرار على الصحة. فاحنا هنحط كيس تلاجة كده، وارص قطع البانيه زي ما انتوا شايفينها كده معايا، وطبعا شايفين قد ايه نتيجة البانيه ناجحة. ممكن نعمل طبق او طبقين الكمية اللي احنا عايزينها، هنحطها في التلاجة المدة اللي احنا عايزينها، ووقت ما نعوز نطلعها الرخامة حوالي 10 دقايق، وبعدين نبدأ نقليها وهتبقى جميلة جدا. ودي طريقتي في تفريز البانيه الشركات. انا معايا زيت على النار، وما يكونش زيت غزير، زيت للقلي، يكون زيت كده زي قلي البطاطس بالظبط. اول ما احس كده الحرارة بتاعته بظهر ايدي هبدأ ان انا احط قطع البانيه بتاعتي. وطبعا اول ما احط البانيه ههدي النار خالص، اول يعني هحطها على نار عالية، وبعدين ههدي النار لنار متوسطة علشان قلب البانيه من جوه يستوى. وطبعا انا مش هقلبه اول ما احطه، انا هسيبه كده لما ابص الاقيه اتحمر الطبقة الاولانية، هقلبه كده على الناحية التانية. هياخد معايا حوالي من 7 ل8 دقايق، وهيطلع معايا هطلعه كده على مناديل او في مصفى. هطلعه كده زي ما انتوا شايفين كده معايا في المصفى او على مناديل، علشان هو طبعا ما بيشربش زيت ولا اي حاجة. ليه؟ لان احنا حطيناه على طاسة سخنة وهدينا النار لغاية ما استوى قلبه من جوه، فما شربش زيت ولا اي حاجة، كمية الزيت لسه زي ما هي. وبعد كده ما طلعت قطع البانيه بتاعتي، هسيب بقى الطاسة بتاعتي تسخن كده واعلي النار عليها لغاية ما تسخن واحس بدرجة حرارتها كده بظهر ايدي. هبدأ ان انا انزل قطع البانيه بتاعتي وهدي النار خالص للنار المتوسطة علشان قلب البانيه يستوى. وهقلي الكمية كلها زي ما انا قليت المرتين اللي فاتوا، يعني هسخن الطاسة الاول وبعدين هحط قطع البانيه بتاعتي وههدي عليها النار لغاية قلب البانيه من جوه ما يستوى، وبعدين بعد ما اطلعها وهكذا بقى لغاية ما اخلص الكمية كلها. دلوقتي شايفين معايا نص كيلو من الفراخ عمل كمية ما شاء الله جميلة جدا، وقد ايه هي مقرمشة واحسن من الجاهزة. ما شاء الله طريقة جميلة ومكوناتها بسيطة، ب3 مكونات بس عملنا احلى بانيه شركات. شايفينه كده معايا من جوه ما شاء الله جميل جدا. اتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة وتسيبيلي كده رأيك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.